المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة وبرنامجكم مسامح كريم. حلقة نارية، حلقة فوق العادة وخارق العادة. اليوم عندي بحدايا في الاستوديو اللي هو سي منوبي، أو كما يعرف البعض في ليبيا الحاج منوبي. هذا الحاج طبعا عنده مشكلة، جاء بحدايا اليوم لكي يفتح له قلبه ونفتح له قلبي وكل شيء نعرف الخفايا ما بيننا. احنا اليوم في هذا البرنامج طبيعتنا الشفافية، هكا هو الشفافية. إذا هذه المشكلة عملت له برشا مشاكل في عقله، عملت له لا قد منها في النهار ولا في الليل ولا في عشية، لا استطاع أنه هو يستريح. إذا أعزائي المشاهدين نرحب اليوم بسي منوبي ونقول له مرحبا سي منوبي. سي منوبي بسم الله، صبري، قوم فز. عايشك سي منوبي، عايشك شحال؟ سي منوبي ايه قدام السادة المشاهدين، انت حبيتي اليوم تحكي لنا تفتح لنا قلبك انه انت عندك مشكله نتناقش فيها، وهي مشكله العماله، وعندك شباب صغار تبي تعرسوا. نحن نحب نعرف انك انت شكون عندك العماله، مشكله العماله او مشكله الجواز الاطفال في قصه صغارك انت. هي المشكلة، شوف المشكلة في العيال اللي أنا اللي كبرت، يعني نتزوج بعدها وبعدين تروح يا والله ماشي اسمعني سي اسمعني بربي. انا ما قلت لك حد شيء، قلت لك سي كورون كومون جو تبي. انت قلت لي كوتوجيبي صفا سي بيبي ديدي بيجي خلاص يا بابا. انا نحب نعرف منك انت وامام المشاهدين، امام 10 ملايين، 5 ملايين في ليبيا و5 ملايين في العالم. انا نحب نعرف منك، نعرف قصتك وفتح لي قلبك. شكون انت تكره العمل؟ شكون انت بتعرسي ولادك وتكره العمل؟ هيك هو. أقول لك الشباب. شكون الشباب؟ الشباب الليبي ما يخدموش، ما عندهاش عمل، ما عندهاش مرتب، فلذلك يا راجل صبر. انا عندي بنويت 6، العالي 2 ولاد الان، وبعدين ليش؟ قول لي ليش؟ يا سيدي قبل نقول لك، انت اجمال بنويتك في العماله هذه مدوخ راسي يا سيدي. كان هكا نلم كاميراتي وسيء انتهت الحرب ونرجعوك لبيتك ودارك وهو صغيرك. الشباب ما عندهمش عمل، كيف يخطوا من هكذا؟ ما يقدروش. ليش؟ لانه ما عندهمش اي حاجه، سبب العماله. زمان ايام الثوره، لما قامت الثوره عندنا العماله حدت بالتوقيع، الشباب تو يخطوا ويشتغل وبعدين يترفوا ويخطوا بلادنا. كمل. بعدين الشباب اللي بيسيب العمل كله وعندنا الجيش زاد بنغلاديش، حتى العمال بنغلاديش يا اخوتي. لا اسمعني ادي لي حساب من رجلي امورك. انا نجيبك بحدايا نفتح لك قلبك وتفتح لي قلبي. اذا حد شيء هذا هو كده سيء خلاص كل ما يعني بالليل ادي لي حساب من رجلي امورك زين خلاص هيك. انت واجهتك مشكله انك انت تحبي تعرسي ولادك سيء. من جهه ثانيه جابوا لك عامل يبني لك على الطابق الثالث، يقسم لك شقه 2، يقسم لك الجانب هذا تعطيه ولدك الاول وسلم هذا تعطيه ولدك الثاني. انت ما حبيتيش يا وخي انك انت تتفاهمي مع المقاول. ليش؟ لان هو مش ليبي. ليش ما هوش ليبي؟ خلاص سيء ما عادش ينفع. البلاد مفروض تقدم الشباب الليبي تاخذ بلادهم. يا سيدي سيء الشباب الليبي كله قاعد في القهاوي، وكل الشباب الليبي الان قاعد في ساحه الكيش يمتع يا سوق عشيه، يا اللي هو سوق جنيهين. يا حرام عليك يزن الكلام بتاعك ومن النفاق بتاعك سي عليه. حبيبي انت يا عودني من الشيطان اللي مسي عليه. والله اقول لك حاجه، والله العماله عليه ضدها. شوفوا شنو انت عليه ضد العماله الليبيه. سيد اسمعني
انا معاك مانيش ضدك، والجماهير كل العشر اللي حكينا عليه معاه ولا لا؟ بربي حرام عليك، انا قلت لك شيء واحد، انا جايبك معايا هنا في الاستوديو، انا مش حابب نحاربك، مش حابب نقاومك، مش حابب نتعارك معاك، انا نفتح لك في قلبي وتفتح لي في قلبك، نتفاهم ونتكلم. ارجوك انا نبي منك شيء واحد، انت شكون تحبي انك انت تحكي على العماله وتسامحي المقاول الاول وزاد يكمل شغله عندك، ننصح هذا الستة ما تحبش تسامحيه هكا هو. هاني نلم كاميراتي ونلم فن الصوت بتاعي ونلبس لاتيتي وينعم بو خدمه، هذا اللي نقول لك كان سهيل، هذا هو بو خدمه. اي والله لا يا ابويا ليلي يا سنه اي سنه. وسع بالك وسع بالك وسع بالك وسع بالك وسع بالك وسع بالك وسع بالك. لا حول ولا قوه الا بالله. سيء، هذا هو. شاهدنا مشاكل مزريه حاله ما بعد حاله، اتى زاحفا من ليبيا لكي يحكي قصته. نحن ما عندنا حد شيء. اذا اعزائي المشاهدين هذا هو، على امل نلتقي بكم في برنامجكم مسامح كريم، والسلام عليكم ورحمه الله. سيء يا سيمنوبي ارفعوا يا عبد الرزاق.